السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عشتوني كتير كتير كتير. جالكم النهارده بفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. هندخل الاول على نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايه لكم النهارده بالمنتجات الجميله دي. طبعا احنا خلاص مع المقاطعه، وما بندخلش اي حاجه مع المقاطعه، يعني بره المقاطعه. فدلوقتي ان شاء الله في اللي هو البديل بتاع البيبسي والسيفن وكوكاكولا. طبعا احنا سمعنا عن سبيروس سباتس. عايزه اقول لكم دورنا عليها كتير احنا والبنات. كل ما حد يقول لنا عليها نروح نجيبها، نلاقيها خلاص خلصت. يا اما بقى ناس مغلياها وناس مرخصاها، يا اما نلاقي اخر واحده بعد ما وقفنا طابور كبير زحمه عليها، لقينا اخر واحده. فالحمد لله ربنا كرم بالاربع اطعمه. فلقيناها في محطه مصر في اسكندريه، في محل. لقيناها على الترام في المحلات اللي هي بتاعت الملابس الجديدة دي. فطبعا لقينا الأطعمة دي كلها طبعا في بالليمون وبالتفاح وبالأناناس وباليوسفي. هنا الواحدة دي عاملة 10 جنيه. بالنسبة للسبيروس بس يا جماعة، السعر بتاعها في ناس بتستغل الموقف اللي احنا فيه والمقاطعة. في ناس بتبيعها ب12، وناس بتبيعها ب10، وناس بتبيعها ب8 وب15. يعني كل واحد بيستغل الموقف اللي احنا فيه. هي اصلا يا جماعه سعرها في الشركه بينزل 8 جنيه، احنا جايبينها ب10. تمام. صدقنا لقيناها بصراحه، لان احنا مش بنلاقيها بسهوله. والبنات فرحانين بيها وكده، فدي جايبينها ب10 من محطه مصر. بس ديت في محطة مصر في اسكندرية. في ناس بتبيع الشوكولاتات دي كده بالمجموعة كده، 4 دول، الأربعة دول عاملين 10 جنيه. في حين إن في ناس في المحلات بيبيعوا الواحدة بخمسة. خمسة صح؟ ب5 جنيه. فبصراحة يعني حلو جدا الموضوع ده هناك في محطة مصر. ودي كمان برضو المارشميلو ديت طعمها جميل جدا، والبنات دقوها هنا، دقناها جميلة. برضو منتج مصري. منتجات ايجيبت فودز، عاملة 2 جنيه. وفي ناس بتبيعها ب5 جنيه. تمام كده، جايبين التلاتة دول ب6 جنيه. طعمها حلو جدا، يعني انصحكم ان انتوا تجيبوها. وفي الشوكولاتات ديت التلاتة عاملة 5 جنيه. وفي ناس بتبيع الواحدة بواحدة ب5. فهم دول التلاتة عاملين 5 جنيه برضو في محطة مصر في نفس المحلات هناك. فيعني عايزين نشجع المنتج المصري، ونبقى مع المقاطعة إيجابيين، ما نبقاش سلبيين. ولو حابين برضو أعمل لكم فيديوهات زي دي كتير، يعني اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله أعمل لكم فيديوهات من دي كتير. ولو حابين ان انا اصور لكم في المحلات ديت، اكتبوا لي برضو في التعليقات، وانا ممكن انزل واصور لكم في المحلات واعرفكم العنوان بالظبط. واتمنى يكون الفيديو قصير ده عجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم. تعالوا بقى ادوق لكم الأطعمة بتاعت السبيروس باتس، واقول لكم رأيي في كل واحدة. كده ادوقها. طعمها حلو قوي. عارفين طعم المرندة بتاعت زمان؟ هي زيها بالظبط. طعم البرتقال يصفي. استنوا كده اشوف لكم اطعمه تانية منه. هدوق لكم بقى دي. ماشي، استني هدوقها. تصدقي دي طعم السيفن اب. يعني الناس اللي بتبقى تعبانه، بتبقى عايزه تشرب 7 اب وصعبان عليها برضو المقاطعه وكده، دي بديل السيفن اب اللي لونها اخضر يا جماعه. بصوا يا جماعه، دي بقى ايه يا جولي؟ دي الاناناس. تمام، هدوقها لكم برضه، بطني وجعتني. حلوه قوي. اللي هي زي الكراميلا بتاعت الاناناس دي، حلوه قوي قوي، جميله. هدوق بقى معاكم دي. تقريبا دي تفاح. طعم التفاح حلو برضو. كان في زمان برضو واحده زي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا، فانتا تفاح. فانتا تفاح كانت تحفه. انا كده دقت قدامكم الاربع اطعمه، الاربعه حلوين جدا. هوريكم بقى شكل الشوكولاته دي. شكلها اهي. بصوا من جوه. دقها لكم برضه، مع ان انا مجرباها تحفه. طعمها حلو قوي يا جماعه. عامله زي
زي ايه، مندولين. هفتح برضو معاكم دي اوريكم شكلها. اهي اهي يا جماعه، بس شكلها حلو قوي. طبعا بقيتها جوه، حلوه قوي قوي، لا جميله والله العظيم. بصوا يا جماعه، اهي حاجه شكلها اهي، اسمها اهو مارا، ودي استروس. فلو لقيتوا الحاجات دي يا جماعه هاتوها. ده مارشيلو، مش مكتوب مارشميلو، مارشيلو اهو شكلها اهو يا جماعه. برضو خدوا سكرين لو عايزين ايه تشتروها. هي شكل المارشميلو ايه اللي بيتباع. استنى، حلو. بس هو ده يا جماعه الفيديو. اسيبكم بقى في حفظ الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا يا جماعه، نسيت اصور لكم التاريخ اهو عشان تتاكدوا ان الحاجات ديت صلاحيتها لسه يعني قدامها كتير. اهي بصوا، انتاج 25/9/2023، وصلاحيه انتهائها او انتهائها يعني يوم 24/6/2024. فيعني برضو حتى صلاحيتها كويسه جدا ومفيش منها مشكله.